البيتزا الجميلة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة هتشوفوا معايا حاجة جديدة. دلوقتي أنا لسه مخلص شغل الساعة 3:30 بالليل، 4 تقريبا، وزي ما انتوا شايفين كده مفيش صريخ ابن يومين. جعان وميت من الجوع عايز اكل. هنعمل ايه؟ هندخل على ماكينة البيتزا الجميلة دي. فيها كل أنواع البيتزا اللي تحبها، أي حاجة هتيجي على بالك هتلاقيها. طبعا تشتغل ازاي؟ خليكم معايا شوية. دي يا سيدي بتخش هنا على الشاشة، تخش على بريش برينجن البيتزا اللي انت عايزها، مثلا ديافالو، تمام، وتدخلها ان انت هتشتريها. تدخلك على الدفع هنا، تدفع بالكارتة، تطلع لك البيتزا بتاعتك في دقيقتين ونص او 3 دقايق، وشكرا على كده. وتاكل. هي اي نعم مش هتاكل وتشبع قوي، بس هتقضي الغرض لحظة. وهنا بقى انا هدفع بالكارتة دلوقتي، تمام. وهنشوف بقى ايه مكنة البيتزا وهي شغالة الجميلة. حبيت بس اشارك معاكم الدنيا ماشية ازاي لما تبقى ايه لوحدك كده ومخلص شغل ومفيش اكل، فتتصرف ازاي. خش على مكنة البيتزا دي في اي وقت، بالليل الصبح، وهي بقى بتظبط الكلام كله تحت السيطرة. مفيش محلات فاتحة هنا. طبعا ايه انواع البيتزا كلها في الجنب، وهتنزل طبعا على البيتزا المارجريتا شغالة فوق اهي. بتختار البيتزا اللي انا اشتغلت عليها. مش عارف بقى شايفينها ولا لا. ايوه يا معلم. وهنا العداد شغال. هتطلع بعد دقيقة 54 ثانية، دقيقتين يعني. وهنا برضو ممكن تاخد كافيه او اي مشروب ونفس الكلام. لو حتى معكش فلوس ممكن تدفع بالكريدت كارت اللي معاك وتختار الكافيه اللي انت عايزه. هنا نفس الكلام، تختار اي حاجة. ده لو انت حابب نفس الموضوع يعني. كله طبعا تاتش سكرين وفاضل. خلاص وكده نطلع وطبعا عندي معالق وشوك وسكاكين واي حاجة. وبالهنا والشفا يا عمده. شكرا.